المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعتذر لهذا الخطأ الفني ونستهل نشرتنا بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يلتقي بمسؤولي دول مختلفة. خزانة المياه في مديرية دباروا تخزن أكثر من 82 متر مكعب من المياه. غرف انتظار الحوامل بمستشفى الدقيق تسهم في سلامة الأمومة والطفولة. المستشار الألماني يستهل جولته الخليجية بزيارة السعودية. وزيرا خارجية الصين وأستراليا يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية. وإعصار يجتاح وسط اليابان ومقتل شخص واحد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى وفد إريتريا عالي المستوى برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمانة جبرآب ومندوبة إريتريا في الأمم المتحدة السيدة صوفيا تسفماريام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة 77 زائد الصين. التقوا بمسؤولي دول مختلفة، وبموجب ذلك التقى الوفد الإريتري عالي المستوى بنائب رئيس جمهورية جنوب السودان وكذلك وزراء خارجية روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية وجمهورية نيكاراغوا وجزر المالديف. وتناولت اللقاءات تعزيز التعاون الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية. الجدير بالذكر أن الوفد الذي شارك في اجتماعات وزراء دول عدم الانحياز ومجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة ومجموعة 77 والصين وكذلك اجتماعات المستويات العليا التقى في الفترة من 19 وحتى 21 من سبتمبر بوزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش ووزير خارجية فنزويلا كارلوس فاريا ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية إثيوبيا دمك موكنن، وبحث العلاقات الثنائية والتعاون وتطورات الأوضاع العالمية. وقال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع إن الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة له مضمون عملي وإعجازي لإنعقاده في الوقت الذي أصبح فيه انتهاك أهداف ميثاق الأمم المتحدة أمرا عاديا وبشكل مفضوح، وتنتهك المساواة السيادية للدول في ميثاق الأمم المتحدة بشكل علني فاضح بالخطوات الإجبارية الأحادية والحظر والتدخلات غير المبررة. من ناحية أخرى، أوضح وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز 77 الذي انعقد في 21 من سبتمبر على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أوضح أن المرحلة تتطلب التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة. نتيجة لغزارة هطول الأمطار هذا العام، خزنت الخزانات 54 المنتشرة في مديريات دباروا أكثر من 82 مليون متر مكعب من المياه. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية سيد آدم عبد الواسع أن معدل سعة المياه المخزونة في 35 سدا كبيرا وصغيرا بينهم سدي لوغو ومسلام و24 حفيرا بلغت 85%، وذلك نتيجة لهطول أمطار غزيرة شهدتها المديرية في 41 يوما بلغت 780 متر مكعب ابتداء من شهر يوليو الماضي. وذكر السيد آدم أن السدود الكبيرة امتلأت جيدا مما أدى ذلك إلى تأمين مياه الشرب والسقي. وأشار إلى أهمية السدود في التنمية الزراعية وإثراء المياه الجوفية ومكافحة التربة من الانجراف والوقاية من الحوادث الطبيعية الناجمة عن السيول وتربية الأسماك، إضافة إلى توفير مياه الشرب والسقي، داعيا المواطنين المقيمين في محيط تلك السدود للقيام بأعمال حماية التربة وحفظ المياه تفاديا لامتلاء تلك السدود بالطماء. وأوضح السيد آدم أن 3 سدود وحفيرين امتلأت بالطماء في المديرية، فيما دمرت السيول سد عدي أدحنة، مناشدا لمنحها اهتماما أكبر.
أفاد مسؤول فرع تنمية البذور في قسم الزراعة والأراضي في إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر السيد محمد عبد الرحمن بأن الأنشطة الزراعية في ضاحية مبرا بوسط دنكاليا تسير جيدا، وأوضح تطور وتوسع الزراعة في الإقليم التي بدأت بمعدل محدود لتنتفي بذلك مقولة أن الإقليم غير صالح للزراعة، مشيرا إلى زراعة مساحة 250 هكتارا في مبرا. وقال مدير الضاحية السيد علي إجماع أن سكان الضاحية كانوا يزاولون من قبل الرعي وصيد الأسماك فقط، وأن جهود مزاولة الزراعة بدعم حكومي تحقق نتائج مرضية. وأعرب سائقي الجرارات الحكومية عن ارتياحهم للمشاركة في عمل يؤدي لتغيير إيجابي في حياة السكان، مقدمين الشكر للتعاون الذي وجدوه من الشعب. سيداتي سادتي، نعتذر مجددا لهذا الخطأ الفني، وختاما للنشرة نذكر بالعناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يلتقي بمسؤولي دول مختلفة. الخزانات في مديرية دباروا تخزن أكثر من 82 متر مكعب من المياه. غرف انتظار الحوامل بمستشفى الدقيق تسهم في سلامة الأمومة والطفولة. وعلى الصعيد العالمي، المستشار الألماني يستهل جولته الخليجية بزيارة المملكة العربية السعودية. وزيرا خارجية الصين وأستراليا يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية. وإعصار يجتاح وسط اليابان ومقتل شخص واحد. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.